هذه الهيت شوت اسطوريه كتير، واكيد صعب اتعلمها واسوي زي هيك. الهيت شوت يا شباب سهله جدا جدا، ولكن انت ما جربت تتعلمها بشكل صحيح. كل الفيديوهات اللي باليوتيوب بتعلمك كيف تجيب هيت شوت بيحكي لك كل اشي، وانت بتيجي تنفذ الطريقه بتلاقي هذا اللي بيصير نوب 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 نوب، اصفر اصفر اصفر، ما في هيت شوت. للعلم انا الوحيد اللي راح اعلمك سر هدول الثلاثه في كيف يجيبوا هيت شوت بالهاتف فقط. لذلك الحين صل على النبي صلى الله عليه وسلم، حط لايك لهذا الفيديو يا اسطوره المشاهد. والحين يلا نشوف سر المحترفين في الهيت شوت. بدأنا شرح. ولكن قبل ما ابلش عندنا هدول الثلاثه احمد وعلي وياسين، بدي اسالهم ليش بدكم تتعلموا تجيبوا هيد شوت يا شباب؟ يلا جاوب يا احمد. بدي اتعلم لحتى اصير يوتيوبر يا محمود. هذا بده يصير يوتيوبر، الموضوع يحتاج له فيديو لحاله. ان شاء الله بالفيديوهات الجايه اتاكد انك مشترك يا احمد، وانتظر الفيديو تبع هيت شوت اليوتيوبرز. وانت ليش بدك تجيب هيت شوت؟ لحتى اتعرف على بنات في لعبه فري فاير واصير اسطوره. اطلع برا يا كلب، لا تشاهد هذا الفيديو. يلا اطلع من الفيديو. يلا خلينا نشوف الاخير، الله يستر على اجابته. بدي اتعلم جيب هيت شوت يا محمود لحتى اصير اسطوره، لاني اعشق لعبه فري فاير. عزيزي المشاهد هذا اللي بدنا اياه، انك تحترف الهيت شوت لحتى تصير اسطوره لعبه فري فاير. احضر الفيديو بتركيز، لاني راح اعلمك سر المحترفين اللي بيجيبوا هيت شوت بالتلفون. تلفون يعني هاتف. هاي يا شباب ركزوا معي. الحركة الأولى يا أساطير. قبل ما أعلمك الحركة لازم تعرف إنه بتسويها لما يكون خصمك قريب عليك. تعال خلينا نسويها مع بعض. الحمد لله هذا فصل عنده النت لحتى نقدر نسوي الحركة ونفهمها بشكل بسيط. أولا المسافة ما بينك وبين الخصم لازم تكون هيك، ما تزيد عن هذه المسافة. أما إذا قلت المسافة ما بينك وبينه بيكون ممتاز، والحركة بتزبط بشكل أكتر. الحين بتخلي الإيم يتحول للون الأحمر، يعني بتخليه على الخصم زي هيك، وبعدها بتنزل الإيم وترفعه لفوق سريع جدا جدا، والنتيجة راح تصدمك كتير. أيا كانت المسافة راح تكون هيت شوت. ويا عزيزي المشاهد قبل ما نروح للحركة الثانية، الحركة اللي فاتت بتزبط على كل الأسلحة. وبدي أقول لك شيء كمان، احفظ هذا الفيديو عندك لأنك راح تحتاج تشوفه مرة ثانية وتطبق عليه. ويلا نشوف الحركة الثانية. وقبل ما نتعلم الحركة، هذه الحركة لما يكون خصمك قريب عليك أو المسافة بينكم متوسطة، وبتزبط هذه الحركة مع جميع أنواع الأسلحة بالكامل. ولكن أفضل أسلحة لإلها هي الأسلحة الرشاشة زي الام بي 40 واليو ام بي. يلا نتعلم ونسوي الحركة مع بعض. لحتى تجيبوا هيد شوت بهذه الحركة يا شباب لازم تسووا اثنين من الأشياء. الشيء الأول إيمك دائما أسفل الخصم، وإذا بيتحرك حرك الإيم معه. الشيء الثاني لما تيجي تطلق ترفع الإيم تبعك بقوة شديدة لفوق وبس، والنتيجة بتكون أقوى هيد شوت. يلا نجربها في الواقع يا شباب. عزيزي المشاهد بعد هذا الفيديو انت راح تصير أسطورة الهيد شوت. يلا خلينا نشوف الحركة الثالثة. لحتى تجيب هيد شوت بهذه الحركة بسهولة لازم تفهم ثلاثة أشياء. أولا تجلس قبل الإطلاق مباشرة. ثانيا تخلي إيمك باللون الأبيض بجوار الخصم، سواء كان من فوق أو الجانب أو تحت. وأخيرا لما تطلق ترفع الإيم بقوة لفوق، والنتيجة بتكون أقوى هيد شوت. وهذه الحركة بتشتغل على جميع أنواع الأسلحة سواء كان القريب أو البعيد. ولحتى تتقن هذه الحركة وتصير أسطورة هيد شوت تدرب عليها بهذا الشكل. والحين يلا نشوف الحركة الرابعة يا أساطير. ايوه زي ما شفت هذه هي الحركه، وكثير ناس بيقولوا هي تشوت الانالوج تبع النوبات، ولكن العكس تماما. هي الحركه راح تحتاجها في مواقف صعبه، وكثير يوتيوبرز بيستخدموها وبيجيبوا اقوى هيد شوتات. المهم يا اساطير يلا نتعلم الحركه. اولا لازم تكون في وضع مشي الانالوج، يعني تمشي يمين ويسار بوضع الانالوج بدائره التحكم فقط لا غير. ثانيا وانت بتمشي هذه المشيه لازم الايم تبعك يكون باللون الاحمر على الخصم، سواء كان فوق تحت زي ما تحب. ظبط
تظبط انت ايمك. واخيرا تطلق وانت بتمشي انالوج، يعني لا توقف بعدها تطلق، لا تطلق وانت بتمشي انالوج، يعني يدك على الدائرة تمشي يمين او يسار وبتطلق ترفع الايم لفوق، والنتيجة بتكون ابلع ولاك اقوى هيد شوت. والحين يلا نشوف حركة هيد شوت اسطورية للمحترفين، بدها تركيز، يلا نشوف الحركة. اولا لحتى تسوي هذه الحركة لازم تخلي ايمك دائما فوق منتصف الخصم دائما. وبالنسبة للشيء الثاني انك تسوي رقص سريع، واول ما يظهر خصمك ترفع الايم لفوق بكل قوتك، والنتيجة راح تكون احلى هيد شوت. يلا نسويها مع بعض وركز. عزيزي المشاهد، اذا انت شاهدت هذا الفيديو لحد هذه اللحظة والله ما ادري ايش اقول لك، انت شخص ناجح واسطوري، لانه عندك اصرار وعزيمة تتعلم كيف تجيب هيد شوت، وان شاء الله راح اشوفك اقوى لاعبين السيرفر بيوم من الايام. ايوه انت يا عزيزي المشاهد. وبدي اطلب منك طلب قبل ما اخلص الفيديو، تعرف ايش هو؟ بدي اياك الحين تروح تتدرب على كل الحركات اللي شفتها بهذا الفيديو، واذا ما عرفت تسوي حركة ارجع شوف الفيديو وسويها مرة ثانية، وان شاء الله بتصير اسطورة الهيد شوت. عزيزي المشاهد، الفيديو الجاي هيكون اقوى اعدادات للعبة فري فاير، راح تزبط على كل الاجهزة، وكمان الهيد شوت هتكون مزبوطة على كل الاسلحة. اتاكد انك مشترك ومفعل الجرس على الكل. بشوفكم